السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل مع بعض رولات الفراخ بالشكل الجميل ده. يلا نبتدي بسرعة نقول مع بعض المكونات والمقادير. عندنا صدر فرخة واحد متقطع مكعبات بالشكل ده، وكمان بطاطساية كبيرة مقطعينها مكعبات كده، وبصلاية كبيرة برضو متقطعة مكعبات. وممكن تحطي فلفل، طبعا ده اختياري للي عايز، علشان ايه اللي ما بيحبش الحراق ما يحطوش. التوابل بتاعتي عندي ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وعندي كركم، وعندي جوز الطيب، وعندي حبهان مطحون، وعندي ورق لورا مطحون. طبعا في حاجات ممكن تحطيها وممكن لا، زي القرفة في ناس ما بتحبهاش. انا حطيت قرفة صغيرة، يعني حبة صغيرة قوي بتدي طعم حلو. ودول معلقتين دقيق على معلقتين بقسماط. هبتدي دلوقتي احط المكونات بتاعتي في الكبة علشان افرمها. هحطها بالشكل ده، البطاطس مع البانيه او القطع الصدور الفراخ يعني، ومعاها البصل والفلفل. هحطها بالشكل دوت وافرمها مع بعضها. هقفل عليها كده دلوقتي واوريها لك لما تتفرم هيبقى شكلها عامل ازاي. ادي شكلها معايا اهو. اكمل بقى الكمية كلها، وطبعا ممكن احط معاها بضاية دلوقتي وانا بفرمها، وممكن احطها في الاخر خالص وانا بغلف الرولات بتاعت الفراخ بتاعتي. هحط دلوقتي التوابل وهقلبها كويس جدا. قلبي كويس علشان التوابل تدخل في كل الخليط بتاعي، البطاطس مع البصل مع صدور الفراخ او صدور البانيه. وهحط نص كمية البقسماط على الدقيق، هحطها على الخليط بتاعي واقلب. طبعا ده هيمسك شوية مع البيضة، هيخليها تمسك، والشوية الباقيين هخليهم في الاخر هغلف بيهم الرولات بتاعتي علشان قبل ما احمرها في الزيت. طبعا اللي ما حطش بيضة في الاول يبقى هيحطها في الاخر، وهو قبل ما يغلفها يعني بالبقسماط هيحطها في البيض. هاخد بقى انا دلوقتي حطيت كيس نايلون كده فتحته، وهبتدي احط جزء من الخليط، معلقة كده او معلقتين، وابتدي افردهم كده سمك صغير مش تخين، لاني هلفها رول، فعشان ما تبقاش تخينة وتستوي معايا وانا بحمرها افردها بالشكل ده. هعملها على شكل مربع عشان تديني رول في الاخر، شكل رول اسطواني منتظم بالشكل ده. وهبتدي الفها بالكيس بالشكل ده. هبتدي الفها بالكيس كده اهو علشان تديني شكل الرول او الشكل الاسطواني. وطبعا لو ما لفش معاكي ممكن تدهني الكيس بنقطة زيت علشان ما يمسكش فيه العجينة او الخليط بتاع الفراخ. هلفها كده بالشكل ده، تلف معايا اهي بكل سهولة اهو كده. دلوقتي هي جاهزة ان انا اخدها واغطيها بالبقسماط. طبعا انا حطيت بضاية في المكونات وانا بعملها في الكبة، فمش هغلفها دلوقتي بالبيض، هي البيض منها فيها، فانا هاخدها على طول اغطيها بالبقسماط بالشكل ده. وهعمل بقى كل الكمية بالشكل ده. وطبعا ممكن احشيها، هعمل لكم دلوقتي واحدة محشية اهي. ممكن تحشيها ميكس جبن، جبنة شيدر على جبنة موتزاريلا، بتبقى تحفة وجميلة، وبتدي المطة الجميلة ديت لما تتحمر وتيجي تفتحيها وتاكليها بقى بتبقى تحفة. النهاردة انا هحشيها بالجبنة البيضة مع البقدونس والطماطم، وهغلفها بنفس الطريقة. بعد ما عملتها رول هغلفها بالبقسماط بالشكل ده. ممكن تعمليها اسطوانات وممكن تعمليها مدورة بالشكل ده كور. هعملك دلوقتي واحدة كورة كده عشان تشوفي بتتعمل ازاي.
هاخد كورة كده واعمل فيها تجويف في النص كده بصباعي، واحط الحشوة. طبعا الحشوة ممكن جبن وممكن تحطي خضار، بسلة مع جزر مثلا، كوسة، وتقفلي عليها بالشكل ده، تقفلي على الحشوة، تعملي شكل كورة مظبوط، وبرضو تغطيها بالبقسماط كده. احنا عملنا شكلين من رولات الفراخ او كرات الفراخ جميلة جدا. هخلص بقى كل الكمية ونبتدي نحمر. انا كده حمرتها بالشكل ده، ريحتها وطعمها تحفة، لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها، وبتدي كمية وفيرة جدا. شكرا وسلام عليكم.